بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة اكلات ويوميات مها. اللي اول مرة اشوف فيديو ليا او قناة يا ريت يشترك فضلا وليس امر. يا صباح الخير ويا صباح الجمال واحلى روتين يوم الجمعة، وكمان بقالي كتير قوي ما عملتوش معاكم. وهبدأ معاكم الفطار، وزي ما الكتاب ما بيقول هنقول ونسمي ونصلي على الرسول. بسم الله ما شاء الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شفتوا كده يا بنات، انا كنت عامله بقلي بطاطس، وكمان سلقت بيض وعملت فول، وكمان كنت مفرزه شويه قرنبيط في الفريزر. فقلت ايه تغيير بدل الطعميه، اقوم مطلعه كيس واقوم عامله له الخلطه بتاعته اللي هي دقيق وشويه ملح وفلفل وكمون، وكمان بابريكا، وكمان كزبره ناشفه، اي بهارات عندك تحطيها، وتحط بيضتين. ما كترت الصراحه في البيت، وعملت الخلطة وشوية خضرة، والحمد لله على كده. وراكم بقى كنت غاسلة خضرة، وكمان هعملها وافرزها برضو رمضان. وكمان كنت عندي جزر هبشره واعمله مربى وكمان دقيق عشان نعمل الغدا معايا. فالفيديو بتاع النهارده جميل جدا، وكمان ما شاء الله مليان قوي قوي، في حاجات كتير كمان ما صورتهاش هقول لكم عليها. فيلا نتابع كده الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا خلصت الخلطه بتاعتي، انا ما بحطش لا نشا ولا اي حاجه، وبتبقى ساعات حلوه ساعات يعني ساعات احط نشا وساعات ما احطش، يعني على حسب. بس صراحه كل ما بتهديله النار وخليه يستوي حلو بيطلع معاكي مقرمش وحلو. لكن هتعلي النار قوي هيستوي بسرعه، وكمان هيطلع طري من جوه ومن بره. فالنار ما تبقاش عاليه قوي على الحاجه، تخليها تاخد وتدي مع نفسها كده، تستوي بالراحه، فتطلع معاكي مقرمشه وطعمها حلو. انا خلصت بقى كل حاجه معايا، وكمان هوريكم بقى فطارنا ايه مع بعض. سلقت البيض يا بنات، وكده جبنه اهيت وبطاطس مقليه وفول، وكمان كان في حتتين بيتزا من امبارح حطيتهم برضو على الفطار اللي عايز ياكلها، وكمان غسلنا خاص. والحمد لله يا رب، فضل ونعمه من عند ربنا. وكمان كنت جايب عيش من الطابونه الصبح، وهنفطر ونخش كمان على الغدا ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. النهارده كان يوم طويل جدا، بس صراحه كان مليان. وجيت على اخر النهار خلاص بقى، يعني هيكت عملت الفطار والغدا وكمان ترويق، وكنت بغسل، وكمان ما صورتش الغسيل معاكم. وكمان عملت لهم حاجه حلوه كمان عشان احل بقهم. انتوا عارفين خلاص فاضل ساعات على الدراسه، فلازم نلم ايه حالنا كده. غسلنا وروقنا بيتنا وخلصنا، وغسلنا كمان الشنط، وعملت كل حاجه. بس صراحه في اوقات ما صورتش كده يعني. الحمد لله ربنا المستعان. فهنعمل ايه النهارده؟ مش هعمل عيش ولا هعمل حاجه، انا هعمل فطير. كان عند يعني نفسنا بقالنا كتير ما عملناش فطير مع بعض، وكمان بقى كتير ما عملتش فطير هنا. فقلت ايه فرصه، واحنا قبل الاجازه بقى ما تخلص وكده، ونرجع بقى للشغل، الدراسه والدروس والمذاكره، والوقت ما يبقاش في وقت. فقلت اعمل ايه الفطير معاكم. العجينه بتاعتي ما فيهاش اي حاجه، هو شويه دقيق على حسب الكميه اللي انت عايزاها، كيلو اتنين تلاته، على حسب انت ما شاء الله بكميتك قد ايه وعيلتك قد ايه. انا كنت عملت ما شاء الله حوالي 6 فطاير او 5 فطاير. اتغدينا بيهم، فاضل فطيرة وحاجات صغننة كده كمان لايه لتاني يوم. يعني كان غدا وفطار تاني يوم. المهم عملت بقى دقيق وحطيت عليهم شوية سكر على حسب الكمية اللي انت حطاها. يعني مثلا كيلو دقيق تحطي له معلقة كبيرة سكر، وحاجة بسيطة كده رشة ملح. دي سنة يعني. وبعدين تعجني العجين. اهم حاجه في الفطير يا بنات عشان يفرد معاكي وما يتقطعش معاكي. تلتي العجين حلو او تعجنيه حلو. تعجني بقى مثلا 10 دقايق ربع ساعه، انت وصحتك اعجني. كل ما تعجنيه كل ما يبقى له عرق، وكمان بيبقى حلو معاكي. الميه عاديه خالص، مش سخنه ولا ساقعه، يعني الميه فتره عاديه خالص، وتعجني وتنيكي تعجني فيها. الفطير انا قطعت كل فطيره 3 فطاير، يعني ما شاء الله الحجم بتاعها حلو مش وحش. قطعت كل فطيرة 3 فطاير. انت عايزة كتري براحتك، عايزة تقللي براحتك، عايزة تعمليه صغير زي ما انا عملته معاكي قبل كده. انا عملته بكذا طريقة، فالطريقة اللي انت تحبيها اعملي. انا هقطعه واسيبه يريح حوالي، انا سيبته حوالي اكتر من ساعة كمان، لان الشتا يا بنات عايز العجين يريح. كل ما تريحيه كل ما يبقى معاكي حلو. انا غسلت بقى قشرت الجزر وغسلته بشرته كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الكمية حلوة جدا. وهحط كمان عليه السكر واسيبه. للأمانة أنا ما عملتش المربى كل يعني في اليوم ده. أنا بشرت زي ما انتم شايفين كده، بشرت كل الكمية معايا، وكمان فرست شوية كمان، يعني خدت رفيعة الصغيرة.
خرطتها مكعبات وحطيتها في كيس في الفريزر عشان ينفعني في رمضان او في اي مثلا اكله انا عملتها او اي شوربه عدس اي حاجه من الحاجات ديت، اي طبخ بسله يبقى عندي في الفريزر. هحط عليها كميه السكر المناسبه، يعني كل كيلو المفروض كل كيلو جزر عليه آه نص كيلو سكر. انا بصراحه ما بحطش الكميه دي لان ما بحبش المربى مسكره قوي. فحطيت الكميه دي ما شاء الله حوالي كيلو ونص بس سكر، وكانت حلوه قوي وكمان طعمها حلو، يعني تاكلي منها ما تزمقيش كده منها، او مثلا جسم يعني ما تجزعيش من طعم السكر اللي فيها، تبقى هاديه وسكرها هادي. للامانه يا بنات انا اول مره افرد الفطير بتاعي على دقيق. انا كنت دايما يعني على طول بفرده على زيت او سمنه وكده، بس قلت النوبه دي لا، هعمله على دقيق هيفرد معاكي بسرعه ومش هيتقطع معاكي على طول، وكمان مش هيبقى سمين قوي لدرجه ان انت تبقى يعني تفرديه بقى على زيت وكمان تحطي في قلبه زبده وسمنه معاكي، لا. انا فردته على دقيق زي ما انتم شايفين كده، وكان ما شاء الله العجينه حلوه جدا، كانت يعني ريحتها فتره طويله فريحتني في الفرد. وما شاء الله كمان الدقيق بتاعي ده مش دقيق زيرو ولا حاجه، ده دقيق من اللي احنا من الغله عندنا، يعني احنا بنطحنها بنغسلها ونطحنها، وبنبقى عاملين العلامه الاولى لوحدها والعلامه التانية والتالتة والحاجات دي. العلامه الاولى بقى بنعمل منها برضو مخبوزات، نعمل منها مثلا كيكه، نعمل منها فطير، نعمل منها قرص قراقيش، الحاجات اللي هي الايه المخبوزات دي. والعلامات التانية برضو بنخبز منها كل حاجه، بس العلامه دي بنخليها ايه للاخر بقى، يعني بنخلص مثلا العلامه التالتة والرابعه والحاجات دي كلها والتانية والحاجات دي كلها بتبقى علامات، بيبقى فيها دقيق اسمر شويه، دقيق سن، دقيق مش عارف كده. الدقيق الفاتح قوي بقى اللي هو العلامه الاولانيه دي بنسيبها للمخبوزات والفطاير والقراقيش والكحك والحاجات والبسكوت والحاجات دي كلها. وكل الحاجات دي انا ما بشتريش دقيق من بره، انا بنعمل من الدقيق بتاعنا او من دقيق الغله بتاعتنا. هبدا بقى افرز زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما شاء الله العجينه فردت معايا ما شاء الله كتيره اهيت، ولو مقطعاها كبيره عن كده ويعني وفي طبليه كبيره او صينيه اكبر من كده كانت هتفرد برضو معايا، فانا مقطعاها على قد الصينيه اللي انا هفرد بيها. هبدا بقى ايه رشه سمنه كده، دي سمنه بلدي يا بنات، وكمان عليها زبده صفرة. سيحت ده على ده، يعني مش بتقدحي انت بتسيحي بس فقط لا غير، وترجعي تبداي ترشي كده وتطبقي زي ما انت عارفه. القشطه طبعا انا مش شاريه قشطه ولا حاجه، انا اللبن اللي بغليه بسيبه في التلاجة لتاني يوم، واخد الوش بتاعه وابدا اعمل بيه، اعينه بقى في التلاجة في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجه، ممكن يقعد بالشهور ما بيجرالوش اي حاجه يا بنات. وكمان يعني نستغل بقى الموقف اللي احنا فيه ده وما فيه والحاجه كلها غاليه، الزبده الجاموس وصلت 180 جنيه في اماكن، وفي 150 وفي 160، والبقر بقت ب100 يعني فحرام، فالواحد ايه على قد ما يقدر نبدا يعني نوفر في بيتنا ونشوف كده، يعني مش هتبقى برضو زي الاول، يعني كل حاجه غليت كل حاجه رفعت، ربنا يعيننا على اللي احنا فيه ويعيننا على ولادنا وعلى بيتنا وعلى حالنا. كل حاجة رفعت، اللحوم والفراخ والجبن والألبان كل حاجة. فأي حد فينا بيبدأ يعني يشوف اللي هيوفر فيه ويبدأ يوفر، يعني بدل مثلا يوم كده هتعملي مثلا فطير، يوم مثلا هتعملي مثلا مخبوزات في بيتك، يوم هتعملي مثلا الحاجة، لأن الحاجة رفعت جامد. المهم زي ما انتم شايفين انا جبت اول فردة معايا حطيتها على الفطيرة او على التانية كده على الطبقة التانية، وبدأت اطبق عليها ورش برضو رشة زبدة او سمنة، وهبدأ اطبقها زي ما انتم شايفين كده بقى، لان دي مش الطبق يعني مش الفردة الاخرانية، في طبقة كمان بتبقى مثلا اتنين كبار وواحدة صغيرة، الصغيرة دي بتبقى القعر بتاع الفطيرة او الطبقة الخارجية بتاعة الفطيرة. فمش هنفردها جامد، هنفردها يعني مش قوي عشان ديت ما يصرش منها السمنة زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ افرد وبتبقى ما شاء الله بتفرد معاكي بسرعة وبتبقى جميلة جدا، ودي ما بيضايقش ولا حاجة لان كل ده بيتشرب. العجينة عندي مش لابسة قوي، هي كانت لينة شوية، وكمان الغلة بتاعتنا بتسيح يعني شوية، اللي يعرف او الفلاحين اللي هم يعرفوا معنى كلامي ان هو بتسيح يعني بتلين، حتى لو انت عاملاها لابسة او ناشفة العجينة جامدة يعني لا بتبدأ تسيح برضو. فما شاء الله هي بتفرد معايا حلو جدا، وكمان مش عايزه افردها قوي عشان ما تقطعش. ادي كده اخر طبقه معايا وهحط فيها وهبدا اقفل زي ما انتم شايفين كده.
ونبدأ بقى ايه ندخل كل العجينة كده في قلب بعضها. وادي اول فطيرة معايا خلص. كمان هعمل كمان معاكم فطيرة والباقي هكمله مع نفسي بقى، وعشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا ريت اللي وصل معايا هنا الفيديو يحط لي لايك ويشترك في القناه لو ما كانش مشترك، هتشرفوني وتنوروني وكتروني في قناتي. يعني يا ريت كل ده تشجيع كده منكم ان انتوا تخليكم معايا وتشجعوني في اللايك، وكمان المشاهدات بتاعتكم تزيد. وما كمان حطوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هكمل بقيت بقى الفرد ما شاء الله هي خدت والله، وبرده ما يعني ما اتاخرتش قوي في العجينه ما شاء الله، ما قعدتش ما خدتش وقت يعني في الفرد والخبيز وكل الحاجات ديت. انا بقيت الفطيره اللي بعد مثلا يعني اخلصها اسيبها تريح مثلا 10 دقايق ربع ساعه على ما ولعت فرن البوتاجاز بتاعي، وكمان سبته يسخن جدا جدا. هو الفطيره يا بنات عايز تسويه عاليه فدي حاجه، هو للاسف يعني الفرن بتاعي مش عالي قوي بس حلو. انا بشغله مثلا قبل ما ابدا اخبز او قبل ما ابدا اعمل اي حاجه، بشغله حوالي ربع ساعه نص ساعه لغايه ما يسخن جامد وعلى اعلى درجه عندي. وكان ما شاء الله برضو نتيجة جميلة جدا ومرضية. وبدأت انا كده في الوقت ده انا كنت مشغلة الفرن وسبته قلت يسخن على ما ابدأ اخلص مثلا فطرتين 3 اسيبهم يريحهم وابدأ احط آه، اسوي. يعني على ما اعمل واحدة اكون عملت التانية، على ما اسوي مثلا فطيرة اكون عملت فطيرة واركنها وابدأ كده. فانت لما تخلصي او عايزة تخلصي الكمية كلها تبدأي في اول واحدة، اول واحدة عملتيها خالص تبدأي تفرديها وتحطي على وشها القشطة وتدخليها الفرن. دايما حتى في العيش برضو اللي هو الشامي لما نيجي نعمله، انت بتبدأي باول حاجة انت خبزتيها بعد ما تريحيهم طبعا بتبدأي تخبزيهم. فكل ما العجين يريح معاكي او كل ما المخبوزات بالذات تريح معاكي بتديكي نتيجة حلوة جدا في الفرد وفي الخبز وفي الطعم كمان. بتديكي حاجة طعمها حلو، وكمان شكلها مريح كمان وانت بتعمليها. مش هتتعبك، لان الشتا يا بنات بيخلي العجينة ما تريحش بسرعة. لكن الصيف صراحة هو الصيف بيبقى الجو حر فالعجين بيبقى ما شاء الله مش محتاج يريح وقت طويل ولا حاجة. لكن الشتاء منه الجو برد قوي فالعجين بيحتاج يريح فترة طويلة. زي ما انتوا شايفين انا بحاول اقفل الفطيرة كلها على بعضها. ولو في حتة مثلا كلكعت منك او اي حاجة لا عادي خالص، شيليها واقطعيها وحطيها في العجينة التانية وابدأ ايه اعملي واحدة تانية خالص. فيعني مفيش حاجة تقف قدامنا الحمد لله. دي بقى اخر طبقة في الفطيرة ديت. دي كانت تاني فطيرة او تالت فطيرة. دي كانت اخر طبقة. هنبدأ برضو ايه نقفل كده، نقفل طبقة ونرش شوية سمنة ونحط الطبقة التانية ونحط شوية سمنة كده يعني. عندك برضو سمنة فرن عادي اعملي. عندك مثلا محوشة قشطة وعايزة تقلبيها على شوية سمنة من العاديين خالص مش هيقول لا، اللي هي السمنة نباتين عادي مش هتقول لا خالص. يعني اي حاجة ببيتك وفري واعملي ومش هتوقف. واي حاجة بسم الله ما شاء الله طالما ربنا كرمك فيها ولما نفسيتك راضية وانت بتعملي حاجة تطلع زي السكر وزي العسل كمان. خلاص انا فردت اول واحده زي ما انتم شايفين، وهحط على وشها برضو القشطه اللي انا محوشاها. انا ما اشتريتش والله اي حاجه، كل ده انا محوشاه من وش اللبن الحمد لله يعني. وهبدا احطه في الفرن بقى زي ما انتم شايفين. وما شاء الله ما شاء الله طلعت معايا جميله جدا. وهي كده لسه برضو انا ما حمرتهاش حلو. انا بحب وشها ناشف وكمان القعر بتاعها بحبه متحمر زي ما انتم شايفين كده. وما شاء الله ما شاء الله اكبر جميله جدا. وريحتها ما يعني ما اقولكوش ريحتها فظيعه. والقشطه عامله معاها واجب واحلى واجب كمان. ودي يا بنات كنت كنافه برضو عملتها بس والله الفيديو بتاعها اتمسح من على التليفون. ان شاء الله هبقى اعمل لكم هي عاديه خالص. جبت الكنافه وقلبت عليها سمنه وشويه سكر ودخلتها في الفرن من غير مكسرات من غير اي حاجه. وده كان يومي معاكم. ادي الفطير بسم الله ما شاء الله هناكله بقى مع عسل وجبنه قديمه. وكمان الحمد لله يا رب فضل ونعمه من عند ربنا. وخاص بقى وحاجات من ديت. وادي الكنافه بتاعتي سقيتها بالشربات واشوفكم بقى على خير. فيديو جديد ما تنسوش الاشتراك. والسلام عليكم.